في الفيديو ده هعلمك بشكل عملي ازاي تبني شات بوت كامل في 60 ثانية بس ومن غير ولا سطر كود. بالمناسبة دي أول مهارة اتعلمتها في حياتي عشان أعمل أول فلوس أونلاين. أول خطوة افتح بوت بريس واعمل أكونت واعمل كرييت بوت. هتكتب اسم البوت، مثلا أنا هنا هسميه ايربوت لو هنعمل شات بوت لموقعنا. هتختار نوع الشات بوت أو الهدف اللي أنت عامله عشانه. أنا هنا هختار كاستمر سبورت. بس استنى، الشات بوت ده هيرد على أساس إيه؟ وهنا يجي السر. الشات بوت بيبقى محتاج نوليدج بيس. يعني ايه؟ يعني المخ اللي بيفكر بيه والمصدر اللي هيجيب منه المعلومات والبيانات اللي يرد من خلالها. ممكن يبقى ويب سايت، بي دي اف، او ملف تكست. المهم يكون ملف فيه انواع البيانات اللي الشات بوت محتاج يرجع لها قبل ما يرد على اي سؤال. انا هنا هحط لينك للويب سايت بتاع ايربوت. من هنا تقدر تحط مصادر اضافيه للنوليدج بيس. هنستنى وقت قليل عشان الاي اي يحلل ويتدرب على البيانات بتاعتك، وبكده يبقى معاك شات بوت ذكي قادر يرد على استفسارات العملاء، شغال 24 ساعه وما بيتعبش، بيرد بناء على النوليدج بيس اللي انت حطيتها، وبيرد بدقه واحترافيه عاليه جدا. طبعا ده مجرد مثال بسيط. انت من جوه الورك فلو تقدر تعمل حاجه ادفانسد اكتر، بس ده محتاج شويه وقت وصبر وتعلم. لو انت صاحب بيزنس ومحتاج استشاره في الاي اي او اي اي سيستم كامل مخصص لشركتك يضمن لك انك ما تضيعش اي عميل، احجز استشاره مجانيه معانا دلوقتي وخلينا نحلل البيزنس بتاعك ونشوف الثغرات اللي عندك ايه وازاي نقدر نحلها بالاي اي.